السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لو بتتابعوني لأول مرة، أنا منى أيوب. دي قناتي بقدم لكم حاجات مختلفة من كروشيه وتفصيل وكمان ديكور. ازاي تعملي الشنطة اللي انتوا شايفينها دي بكل سهولة. هي شنطة من خيط المكرمية الفرنسي أو خيط السلسلة، تقدري تعمليها بكل سهولة. التفاصيل كلها موجودة في الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد. الخيط اللي هنستخدمه في الفيديو ده هو خيط مكرمية فرنساوي او خيط سلسلة، سواء بتسميه كده او كده. هو ده الشكل بتاعه والسمك كمان بتاعه. هو من الخيوط الجميلة في الشغل وليها لمعة وكمان بتدي نتيجة كويسة. كمان الإبرة اللي أنا هستخدمها مقاس 6.5. هبدأ كده الشنطة بتاعتي واعمل القاعدة بتاعة الشنطة. هي عبارة عن سلسلة مكونة من 7 غرز. مجرد بس ان انا هدخل كده واعمل 7 غرز سلسلة. غرزة رقم 6 هدخل كده واشتغل على الحلقة الخلفية ليها. مجرد بس ان انا هدخل كده واسحب الخيط واعمل غرزة حشو. كل غرزة هتقابلني لغاية ما اخلص ال6 غرز. هدخل فيها واعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. مش هعمل غير كده لغاية ما اخلص السطر بتاعي. ده الشكل بتاعي اهو. لو عديتهم هلاقيهم 6 غرز. هعمل ارتفاع وهبدأ السطر الجديد بتاعي. هدخل في كل غرزة هتقابلني واعمل غرزة حشو لغاية ما اخلص ال6 غرز. طبعا من غير ما تزودي اي غرزة، يعني السطر لو انتي عايزة تعرفي هو مظبوط ولا لا هتعديه، وهو كل سطر لازم يطلع 6 غرز بالظبط علشان الشكل المستطيل اللي انا عايزاه للقعدة يطلع مظبوط. مجرد بس ان انا هدخل كده في كل غرزة حشو واعمل غرزة حشو اهو زي ما انتوا شايفين، وبعدين ارتفع بواحدة والف الشغل بتاعي وابدأ سطر جديد. كده الشكل بتاعي او القاعدة اكتملت، عملت فيها 20 سطر. ده اخر سطر اهو بعمله. فانا هدخل هنا عايزة اعمل لها برواز. هدخل في نفس الغرزة كده بعد ما خلصت ال6 غرز حشو، وهدخل هنا خلاص. مش المفروض ان انا كنت برتفع وارجع اكمل السطر، لا انا هكمل كده هعمل له برواز. فانا هدخل في كل سطر كده من السطور وهعمل غرزة حشو، بالاضافة للغرزة اللي انا دخلت فيها في الاول اللي هي اول غرزة اللي هي عند الدوران او عشان تعمل شكل بيضاوي. دي بدخل فيها غرزتين. هفضل ماشية كده كل مكان كده هيقابلني، والمكان ده بيبقى ايه؟ بيبقى اللي هو السطر بتاعي اهو. يعني هدخل هنا مرة وهنا مرة وهنا مرة لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي. انا خلصت السطر وهدخل تاني في نفس المكان غرزة حشو تانية عند الدوران، وبعدين هعمل هنا 6 غرز حشو قد الغرز اللي انا يعني دي البداية بتاعتي. فانا هعمل فيهم 6 غرز حشو برضو من غير اي تزايد خلاص لغاية برضو ما اخلصهم. وعند برضو البرواز ده هعمل برضو غرزتين عند الدوران، يعني هعمل غرزتين حشو علشان اعمل الناحية التانية بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها القاعدة هنا. المكان ده كده هدخل فيها 2 اهو غرزة، وفي نفس المكان تاني واحدة تانية،
وبعدين همشي في كل سطر من السطور زي ما عملت الجنب التاني هدخل فيها غرزة حشو لغاية ما اوصل لنهاية القاعدة. هو بس مجرد ان انا بعمل لها برواز او فريم علشان اشتغل عليه والموضوع يبقى سهل بالنسبة لي في الجسم بتاع الشنطة. خلاص كده دي اخر غرزة اهي، هدخل هنا واحدة وبعدين في نفس المكان اهو اعمل واحدة تانية وبعدين هبدأ بقى اشتغل عندي الاربع تركان دول خلاص عملت فيهم تزايد اتنين، فهبدأ اشتغل جسم الشنطة بتاعتي، مش هعمل تزايد بعد كده خالص. طيب انا هشتغل كده على الحلقة الخلفية اللي هي دي، يعني عندي كنت بدخل في الاتنين، لا انا هشتغل على واحدة بس. بصوا اللي هي الجزء ده بس كده انا هدخل فيه، ده هدخل فيه وهو ده اللي هشتغل عليه علشان اعمل الجزء او الجسم بتاع الشنطة. هدخل فيها كده واعمل غرزة حشو وبعدين اسحب كده وهحط علامة بس هنا علشان انا عايزة اعرف اول غرزة بدأت بيها جسم الشنطة. هقول لكم يعني ليه العلامة بالظبط، فانا هحط بس فيها علامة هتفضل موجودة لغاية ما اخلص جسم الشنطة خالص وهنقول لكم هنعمل فيها ايه. كل غرزة هتقابلني هدخل في الحلقة الخلفية بتاعتها واعمل غرزة حشو من غير اي تزايد، حتى عند الدوران ده انا هعمل برضو غرزة حشو في كل غرزة هتقابلني من غير اي تزايد لغاية ما اخلص القاعدة بتاعة الشنطة كلها. خلصت اول سطر عندي اهي، دي اخر غرزة اهي دخلت فيها اهي في الحلقة الخلفية برضو، دي اول غرزة انا اشتغلتها وحطيت فيها العلامة بتاعتي. هدخل في كده في الغرزتين واطلع بغرزة حشو وبعدين هطلع من واحدة اهي وبعدين من واحدة، يبقى انا عملت غرزة حشو غير كاملة وبعدين هنكررها تاني، او هدخل في غرزة الحشو اللي بعديها عادي بشتغل في الحلقتين واطلع من واحدة وبعدين اسحب تاني الخيط واطلع من الاتنين اللي على الابرة تاني اهو. هدخل هنا وبعدين اسحب الخيط وبعدين اطلع من واحدة وبعدين من الاتنين اللي على الابرة. هي فكرة غرزة جديدة شكلها حلو كمان مختلفة عن اي غرزة عملناها قبل كده سواء حرف في او الغرز اللي احنا متعودين عليها. يبقى انا هدخل هنا في الاتنين بتوعي في الحلقتين يعني بتوع غرزة الحشو وبعدين هعمل غرزة حشو اطلع من واحدة وبعدين من الاتنين. بصوا شكلها بقى كده، هفضل ماشية وجسم الشنطة هنعمله كله بنفس الطريقة. ده ابني بس جسم الشنطة بنفس الطريقة ان انا هدخل اعمل غرزة حشو وبعدين اطلع من واحدة من اللي على الابرة وبعدين اطلع من الاتنين مع بعض لغاية ما اوصل لنهاية السطر. عند العلامة كده اللي انا عملتها انا مجرد ان انا مفيش اي ارتفاع، انا بدخل بشتغل عادي خالص، كل غرزة هتقابلني مفيش ارتفاع للسطر، انا بشتغل كل السطور فوق بعض مفيش بداية لسطر جديد ولا حاجة، كله زي يعني حلزوني، مفيش اي بداية للسطر الجديد ولا ارتفاع ولا حاجة. كل غرزة هتقابلني هعمل فيها
الغرزة اللي احنا قلنا عليها دي لغاية ما اخلص الشنطة كلها. كده الشنطة السطور اللي عندي او حجم الشنطة خلاص خلص. انا عملت كده القاعدة وبعديها غرزة حشو واحدة سطر، وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سطر من الغرزة بتاعتي بالاضافة للقاعدة. خلاص هي دي الحجم اللي انا عايزاه، ودي القفلة. مكان القفلة هقول لكم بقى انا كنت ليه عاملة علامة هنا، علشان دي هتبقى المكان اللي هنتهي في الشنطة. يعني هقطع الخيط خلاص وهيبقى ده اخر غرزة علشان الارتفاع بتاعها يبقى كله متساوي. يبقى انا هعمل كده هنا الغرزة بتاعتنا، هعمل غرزة حشو وبعدين اطلع من واحدة وبعدين من الاتنين اللي على الابرة تاني في اللي جنبها اهي، ودي اخر غرزة. اطلع من واحدة وبعدين من التانية. خلاص كده. بعدين هقص الخيط بتاعي وبعد كده هتبقى هي دي النهاية بتاعة الخيط. طيب هدخل كده هسحب بس الخيط تاني اهو وهدخل هنا وبعدين اطلع من الاتنين كلهم الخيط اللي على الابرة. خلاص هسحبه كده وبعدين علشان ارتفاع الغرزة دي كمان تبقى يعني ما تبقاش طويلة فتبقى مندمجة مع السطر. خلاص كده هبدأ ادخل الخيط. انا عايزة شكله يبقى مش باين ان هو قفلة الشنطة من هنا، فانا هبدأ ادخل كده في الغرزة دي واسحب الخيط علشان اقفل الشنطة بتاعتي، وكده يبقى خلصت الشنطة. خلاص كده هشيل العلامة بتاعتي، هي مجرد بس انا كنت سايباها علشان اعرف قفل او هقفل الشنطة فين. دي الشنطة بتاعتي اهي. خلاص كده انا وصلت للارتفاع اللي انا عايزاه. هبدأ اعمل القلاب بتاعي باستخدام كده الابرة والخيط. هعمل سلسلة. انا هعمل قلاب لو انتي حابة تستخدمي برضو للشنطة دي قلاب جلد ممكن. انا هعمل سلسلة. عدد السلاسل اللي انا هعملها هي 20 غرزة من السلسلة. ودي مناسبة جدا للقلاب او للشنطة للحجم اللي احنا عملناه. خلاص كده بعد ما هخلص هبدأ كده اشتغل على الغرزة الخلفية، وده بيبقى اسهل في الشغل على اساس ان انتي لو بعد كده استخدمتي او عملتي اطار للقطعة بتاعتك تلاقي مكان تدخلي فيه. يعني غرزة الحشو نفسها تبقى موجودة ان انتي تدخلي فيها. انا هشتغل كده على الغرزة الخلفية هنا، هدخل واطلع واعمل غرزة حشو لغاية ما اخلص السطر بتاعي كله. ده كده الشغل بتاعي. انا هدخل في الحلقة اهي الخلفية واعمل غرزة حشو. كده الشغل بتاعي اهو خلص السطر كله. هرتفع واحدة وبعدين هبدأ الغرزة بتاعة القلاب. هدخل كده في اول غرزة واطلع بمنزلقة، وبعدين الغرزة اللي جنبها هلف كده الخيط واعمل غرزة نص عمود. هطلع ب3، هطلع منهم كلهم بغرزة واحدة تاني. يبقى انا هدخل غرزة منزلقة وغرزة نص عمود، يعني هدخل هنا كده واطلع بالخيط من على الإبرة وبعدين ألف الخيط على الإبرة وأدخل تاني وأطلع، يبقى 3 على الإبرة هطلع منهم كلهم بغرزة واحدة. خلاص كده يبقى تاني هنا منزلقة، واحدة منزلقة، واحدة نص عمود.
كده القلاب بتاعي خلص خلاص. هو انا عملت اول غرزة اهي اللي هي غرزة حشو، وبعدين الغرز السطور اللي عندي. السطور دي في زيها برضو في الظهر، بين كل سطر والتاني في سطر تاني، يعني هم كلهم 14 سطر. 14 سطر منهم طبعا 7 سطور هم اللي باينين فيهم الشكل بتاعي، وكمان على الناحية التانية 7 سطور زيهم. هقفل بآخر سطر اللي هو السطر الأخير زي البداية اللي هو سطر غرزة الحشو. هشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة حشو لغاية ما أوصل لنهاية السطر. ده السطر بتاعي اهو، نفس السطر اللي ابتديت بيه الشكل بتاعي. هبدأ ادخل هنا في الغرزة دي واعمل غرزة حشو تانية في نفس المكان اللي احنا قلنا عند الدوران بتاع اي مكان يعني بلف حواليه هعمل فيه تزايد. وبعد كده هدخل في الغرزة دي وبعدين اعمل غرزة حشو. انا عايزة اعمل برواز للقلاب بتاعي. تاني الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. كمان المكان اللي بدخل فيه اهو، لو انتي متابعيني ان شاء الله واحدة واحدة هتعرفي فين الجزء اللي انتي بتدخلي فيه في السطر بتاعك، علشان السطور دي مش كلها غرزة حشو. هو سطر بيبتدي بغرزة نص عمود، وسطر بيبتدي بغرزة منزلقة، فهتلاقي الشكل مختلف. هفضل ماشية كده. الناحية التانية برضو هعمل غرزة حشو في كل المكان يعني الجنب ده والجنب التاني برضو غرزة حشو في كل غرزة حشو هتقابلني. والناحية التانية برضو في الجزء المقابل برضو هعمل كده لغاية ما اوصل للنهاية. انا كده خلصت خلاص البرواز على المكان كله. هقطع كده الخيط بتاعي وبعدين هدككه. كده القلاب بتاعي بقى جاهز علشان نركبه في الشنطة، وهو التركيب بتاعه سهل جدا، مجرد بس ان احنا هنظبطه في المنتصف بالظبط، وبعدين هنبدأ نركبه في الشنطة. الشنطة اهي زي ما انتوا شايفين. الجزء ده انا هحط عليه القلاب كده، وبعد كده هبدأ باستخدام إبرة التنظيف اهو زي ما هسيب من هنا. الجزء اللي هسيبه من هنا حوالي مقدار بس ان انا ادخل فيه الحلقات من الناحية دي ومن الناحية دي واعلم. يعني انا بس مجرد ان انا هسيب من هنا حوالي 4 غرز ومن هنا حوالي 4 غرز، وبعد كده هركب القلاب بتاعي. انا هظبطهم كده على بعض، وبعدين هدخل في غرزة الحشو من الشنطة وغرزة حشو من القلاب، واخد بالي هخيطهم خياطة عادية جدا، واخد بالي ان الخياطة كلها تبقى في اتجاه واحد. يعني هدخل من الناحية دي على طول واطلع من الناحية التانية علشان الشغل بتاعي يبقى شكله كويس. الخيط كمان اللي فاضل انا ممكن ادخله معايا وانا شغالة كده اهو، هشده بس وبعدين هدخل الخيط معايا من تحت علشان ما يبقاش باين، وفي نفس الوقت ما يعني يبقى شكله نظيف وشغال معايا وانا ماشية في الخياطة عادي. خلاص كده القلاب بتاعي ركب. انا بس مجرد ان انا هحط فيه اللوجو ده
لو حابة تحطي فيه قفل مثلا على حسب الاكسسوار اللي انت هتستخدميه سواء ذهبي او فضي. انا ممكن احطه هنا او احطه على الحرف باستخدام الابرة كده والخيط العادي انا هثبته. وتاخدي بالك برضو في الفينش ان انت ما تخليش الخيط باين خالص. كمان الاتنين كبسولة دول انا هحطهم في القلاب عشان ده قلاب عريض فانا هستخدم له 2. لو كان رفيع كان ممكن استخدم كبسولة واحدة. هركب بس واحدة هنا وواحدة هنا وكمان على الجزء بتاع الشنطة. انا ركبته خلاص وده شكل الشنطة اهو بعد ما خلص. ما شاء الله يعني النتيجة جميلة. وده اللوجو بعد ما ركب. وكده الشنطة ما بقاش فاضل غير البطانة انها تركب. ان شاء الله هعمل لكم فيديو هينزل بعد دي للبطانة، تركيب البطانة ازاي تركبيها وازاي كمان تطلع شكلها جميل. الشنطة ما شاء الله انا مبسوطة بيها وعلى فكرة هي سهلة جدا في الشغل. انا كمان هحط فيها بوري علشان تبقى ناشفة اكتر. اللي حابب يسيبها كده هي برضو انا يعني حابة برضو الفكرة بتاعتها. فانا قصيت البوري على قد القاعدة بالظبط وبعدين هقص جزء على قد جسم الشنطة. انا بصراحة بحب اثبت البوري بالخيط مجرد بس بديله غرز كده معينة من غير ما تبان برضو هنا او هنا. بس في ناس ممكن تثبته بالشمع بس انا بصراحة مش بحب الشمع. وده الجزء بتاع جسم الشنطة مجرد بس قصيت حتة كده وهركبها وهي مش هتبقى باينة خالص، هتبقى بين جسم الشنطة والبطانة. انا هدخلها كده وبعدين هثبتها برضو باستخدام الإبرة والخيط. حلقات سهلة الفتح لو انتي حابة تستخدمي حلقات عادية ممكن، بس هو الموديل ده علشان يتلم كده من هنا لازم حلقات سهلة الفتح. ايد جلد من نفس لون الاكسسوار بتاعها، يعني من نفس الاكسسوار بتاع الشنطة. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.